في اليوم 21 مارس 2010 عائلة كغارة رجعوا من رحلة لبيتهم بالمكسيك وكل شيء كان طبيعي. بنفس الليلة الأب والأم خذوا بناتهم من النوم بدون ما يدرون هاي آخر مرة راح يشوفون وحدة منهن عايشة. اجى الصبح راحت المربية تقاعد فرح من النوم، بس الصدمة ما شافتها بالغرفة، دورت البيت كله وما لقيته، وبسرعة راحت لأمها تخبرها بالصار. والأم مباشرة بلغت الشرطة. أول ما وصلوا استغربوا من قصة فرح، وهي كانت ضعيفة البدن بحيث عندها مشاكل صحية وما قدرت تمشي مسافة طويلة، فصارك احتمال خطف. بس الغريب ما كان اكو أي دليل أو أثر على شخص دخل البيت، فنشروا صورها بكل مكان عسى شخص شايفه ويبلغ عليها. صارت قصتها ترند، طلعت أمها بقناة تلفزيونية وتقول أي شخص خطف بنتي يقدر تعوفها بمول أو أي مكان عام، ما راح أبلغ الشرطة. بس للأسف ماكو رد. مرت 9 أيام وكل الناس والشرطة تدور، بس فجأة وبنفس المكان اللي بدأت فيه القصة لقوا جثة فرح بنص السرير محشورة بالنص جوا، نفس الغرفة دوروا بيها كل الناس والشرطة والكلاب التحقيق. صار شك شلون جثة ما حد لقاها إلا بعد 9 أيام، والجثة أقل شيء يومين تطلع ريحة قوية. بدأت الشكوك على الأم والأب إن هم اللي قتلوا بيتهم، بس الشرطة ما عندهم دليل، وبقت القصة غير محلولة إلا يومنا هذا.